السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدور عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا كمان بنعرفكم التطبيقات الجديدة اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بي اس وي لاف يو ريوردز. التطبيق ده مساحته 8 ميجا وتمانية من عشرة، محمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده عبارة عن متجر، انت بتحمل التطبيق بتاعه. المتجر ده بتقدر تشتري منه المنتجات بتاعتك اللي انت عايزها، منتجات السوبر ماركت. عايز تشتري منتجات البيت، الاكل، الشرب، المعلبات، الجبن، الالبان، العيش، اي حاجة انت عايزها بتقدر تشتريها من الماركت ده. بتقدر كمان تعرف اقرب فروع ليك. بتقدر كمان من خلال التطبيق ان انت تعرف العروض الجديدة والعروض الحصرية اللي بيكونوا منزلينها. كمان بتقدر ان انت تعمل اوردر ان هو يطلب لك الحاجة اللي انت عايزها ويجيلك لحد البيت. كمان بتقدر تحصل على كوبونات خصم لما بتتعامل مع مع التطبيق او مع المتجر على طول باستمرار. طول ما انت بتتعامل معاه، طول ما انت بتشتري منه على طول، بتقدر كل فترة تحصل على كوبون. الكوبون ده ممكن يكون كوبون خصم ان انت تشتري مثلا منتجات مثلا بخصم مثلا 20%، بخصم 30%، او كوبون مثلا ان انت تشتري حاجات فور فري. يعني يديك مثلا كوبون خاص مثلا ب20 دولار، ب10 دولار، ب15 دولار، على حسب الكوبون اللي بيديهولك ان انت تروح تشتري منتجات بالسعر ده ببلاش. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية، بالاضافة لان التطبيق مش شغال في مصر ولا في دول الوطن العربي ولا الشرق الاوسط. بس كده ده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنوه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولا في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه وبالذات اللي بتكون نازله بقالها فتره تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لنقط شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي نايله على التطبيق اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.